اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي معنا في هذا الفضاء وهذا اللقاء الذي يجمعنا بكم عبر مجلس جديد من مجالس الفقه والإفتاء يصحبكم فيه صاحب الفضيلة الدكتور سعيد بوزيري. أرحب بفضيلته مشكورا مأجورا معنا في بداية هذا اللقاء. دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وأهلا ومرحبا بك. الله يبارك فيك. إذا موضوع اللقاء مشاهدينا الكرام نتكلم عن بعض مسائل زكاة النقد المال التي يكثر التساؤل عنها، ويسعدنا بعد ذلك وبعد بيان موضوع اللقاء وبعد الاستماع لأذان صلاة المغرب أن نتلقى الأسئلة والاستفسارات على الأرقام الهاتفية 021 39 42 021. أنا أذكر بالأرقام القديمة. الأرقام الجديدة 021 39 42 أو 021 39 43. إذا مع موضوع الزكاة دكتور سعيد، ودائما في الإجابة لإخواننا وأخواتنا نتكلم عن بعض مسائل زكاة النقد. زكاة المصانع دكتور، كيف يزكي أصحاب المصانع أموالهم؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ربنا في آي القرآن في سورة المعارج: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. في هذه الآية الكريمة نجد حكما عاما يستغرق جميع المال بلا استثناء. نعم، وفيه إشارة لطيفة جدا. ما هي؟ حق السائل وحق المحروم. حق السائل قد يأتيك السائل وقد يأتيك المحروم. نعم. قد يأتي السائل. نعم. وقد يأتي المحروم. نعم. وحق معلوم. في آية أخرى لم يذكر الحق المعلوم، قال الحق فقط، ولكن هنا في هذه الآية في سورة المعارج في الآية 24: حق معلوم للسائل والمحروم. مزيد من البيان إن شاء الله. نعم. إذن أذكر سادتي الأفاضل بقوله تعالى في سورة المعارج: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قلنا هذه الآية آية جاءت بحكم عام على المال، فالآية تستغرق المال كله، كل ما هو مال يعني مشمول بهذه الآية القرآنية. ولكن لحكمة أرادها الله، أن الله عز وجل يعطينا الكثير ويطالبنا بالقليل. بالنسبة لسؤالكم أخي محمد صالح عن زكاة المصانع، نعم. الذين يملكون المصانع، فهذه المصانع أصول ثابتة لا زكاة عليها. بمعنى اللي عنده مصنع مثلا وبناه بالأدوات نتاعو بالآلات نتاعو المختلفة، مثلا إذا كان مقدر ب5 ملاير مثلا سنتيم، هذا هو البنيان، هذا هو المصنع الذي يقدر، يعني إنشاؤه مقدر ب5 مليار سنتيم مثلا. هل هذا صاحب المصنع يزكي في كل عام عن مصنعه، عن أصوله الثابتة، عن هذا الأصل الثابت عن المصنع بآلاته وجميع أدواته وجميع معداته؟ الجواب لا. عفوا، يقتضي حكمة الله عز وجل أن لا يخضع هذا المال للزكاة أو هذا الأصل الثابت للزكاة، ولكن يكون زكاة المصانع كالآتي: ما نتج عن المصانع من أرباح بلغت النصاب وحال عليها الحول. بينا في لقائنا السابق النصاب يعني طبعا بالذهب 85 غرام ذهب، وبالفضة 595 غرام فضة، وما يعادل بالنسبة للدينار الجزائري تقريبا يعني 39 مليون و525 ألف. أقول إذن ما نتج من أرباح من هذه المصانع من نشاط ذلك المصنع
إذا بلغت النصاب أو بلغ ذلك الناتج النصاب وحال عليه الحول. إذا كان ذاك المصنع مثلا مصنع تاع الأجور، يعني طبعا الربح نتاعو طبعا إذا كان تجاوز مقدار النصاب أو النصاب وما فوق النصاب وحال عليه الحول، إذن الذي يخضع للزكاة هو تلك الأرباح الناتجة عن نشاط ذلك المصنع، هي التي تكون خاضعة للزكاة، هي وعاء الزكاة. ومن جهة أخرى طبعا مع حولان الحول يعني يدور عليها العام. ومن جهة أخرى في حكمة بالغة، فيه تشجيع صريح للمستثمرين لأرباب المال من أجل بناء المصانع وبناء هذه الشركات وتأسيس هذه الشركات وإلى آخره، من أجل توفير فرص العمل للعاطلين عن العمل وإلى آخره. وطبعا هذا يدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام ويقوي اقتصاد الأمة واقتصاد الوطن وهكذا. يعني لو كانت هذه الأصول الثابتة يا أخي محمد صلاح خاضعة للزكاة، يعني صعب جدا أن يتحرك الإنسان في هذا. ولكن هذه الأصول معفاة من الزكاة، هي أصلا ليست وعاء من أوعية الزكاة، ولكن الذي يكون وعاء للزكاة هو الأرباح الناتجة عن نشاط ذلك المصنع وإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. نعم. مسألة أخرى من المسائل التي يكثر السؤال عنها الشقق المؤجرة دكتور. نعم، الشقق المؤجرة أيضا سبحان الله، يعني هذه الشقق نفس المعنى نجده تقريبا في هذه الشقق. نعم. يعني الشق مثلا إذا كان إنسان عنده 10 شقق، هي أصول ثابتة. هي أصول ثابتة. نعم. هي أصول ثابتة لا تخضع هي في حد ذاتها للزكاة. إذا كان من كل شقة مثلا، من كل شقة بفتح الشين شقة وليس شقة. نعم. شقة، كل شقة يعني أبارتمون ولا مسكن مثلا يسوى مثلا 600-700 مليون. هذه الشقة في حد ذاتها لا تزكى، هي لا تزكى، هي أصل ثابت. ولكن الناتج عن الإيجار، يعني كراء أو إيجار تلك الشقق، الناتج أو المبالغ الناتجة عن الكراء أو عن الإيجار هي التي تكون خاضعة للزكاة. كنت قلت شقة. نعم. فجمعها شقق. شقق. إذا نقول شقق ولا نقول شقة؟ لا، الشقة معناها حفرة. نعم. الشقة بين شخص وشخص، شقة يعني حفرة. نعم. حنقول بالقبيلة تسرف شقة. هذه بعض الأخطاء يعني الشائعة التي تستدرك، يعني كقولنا نعم. مثلا حنجرة هي حنجرة مثلا، يعني الخطأ الشائع نعم. يصبح فأكون أول من ينشق عنه القبر. نعم. الحديث النبوي الشريف. نعم. إذن شقة. مسألة أخرى، الشاحنات يا دكتور. أيضا بالنسبة للشاحنات نخلوها نعم. مع السيارات أيضا، يعني سيارة المؤجرة أيضا الشاحنات تخضع للتأجير وغير ذلك. نعم. كاين إنسان مثلا يشتري مجموعة شاحنات للكراء. نعم، عتاد للكراء. نعم، ثم يعني يسخرها للكراء، يكريها، يؤجرها، فلا يزكي يعني قيمة هذه الشاحنات في كل عام. إذا كان مثلا شاحنة قيمتها 500 مليون ولا 400 مليون، هذه ما تخضع للزكاة، هي من الأصول الثابتة. نعم. وفي تشجيع صريح واضح للإنسان من أجل أن يمتلك مثل هذه الشاحنات والسيارات، ويعني يعرضها للإيجار، يؤجرها. فالناتج عن نشاط هذه الشاحنات يعني بالكراء، المبالغ التي تأتي صاحب هذه الشاحنات في كل عام، طبعا إذا بلغت النصاب أو تجاوزت النصاب وحال عليها الحول يخضعها للزكاة، فتصبح وعاء من أوعية الزكاة. ما قلناه عن الشاحنات أيضا نقوله عن السيارات التي تؤجر. نعم. نعم. أيضا من الموضوعات التي نسأل عنها كثيرا دكتور، زكاة العقارات غير المملكة. نعم. هناك من يملك مجموعة من العقارات لكن ليس له ملك تام عليها، فيسأل عن الزكاة فيها. طبعا ذكرنا من شروط الزكاة أن يمتلك الإنسان مالا ملكية تامة. نعم. وأن يكون ذلك المال قابلا للنماء، وذكرنا هذه الشروط فيما سبق. ولكن بالنسبة لسؤالكم أخي محمد صالح، نقول هذه العقارات غير المملكة تكون خاضعة للزكاة
عند بيعها، حينما يقوم الشخص ببيعها ويقبض الثمن يخضع ذلك الثمن طبعا إذا بلغ النصاب للزكاة، فيخرج ربع العشر، يعني 2.5% من قيمة ذلك المال. نعم. آخر مسائل نعود إليها بعد الاستماع إلى مكالمات الإخوة والأخوات. من البويرة نستمع إلى اتصال أخ كريم. السلام عليكم يا كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي عندي سؤال في نعم تفضل يا كريم. تفضل. العشر. نعم. عندي مبلغ من المال. نعم. بلغ النصاب على كل حال. نعم. ولكن سيدي من قبل ما يبلغ شويه الوقت، من قبل ما يحب الوقت واحد الشهر هكذاك سلفت منه نص المبلغ هذاك. الور اللي سلفته حنا نقول لك ديريكتومون 40 مليون. نعم. ما على باليش درك اسك راح نعشر عليه ولا ما نعشرش عليه. انت اقرضت قبل ما يحول عليك الحول؟ هو على كل حال ديجا دار عليه الحول العام اللي فات عشرت عليه، والخطره هذه من قبل ما يلحق واحد الشهر برك هكذاك سلفت العائله، سلفت لها شي مبلغ، وذاك المبلغ هذاك نورمالمون بلغ الحول عليه. نعم. حبيت نعرف هذا النهار يدخل لي اسك نعشر عليه دركا باسكو درك نورمالمون وقته ولا حتى يدخل. واضح يا كريم. علما اني عندي ثاني مبلغ صغير شويه بصح هذاك مازال ما لحقش. نعم. كريم. نعم. انت قلت عندي مبلغ، يعني الكل يجمع وليس لكل مال زكاة لوحده. شوف اخي العزيز باش يعني باش ما بقي عنده لم يبلغ انا عندي اونتو 60 مليون. المجموع كامل. المجموع كامل. اضافه الى 40 مليون. 40 مليون سلفتها. باش ما نخلطوش الامور. نعم. وسلفت منه 40 مليون. ونورمالمون احنا 10 عليه باسكو يبلغ النصاب ودار عليه الحول. سي كريم، هذا المقترض او المدين، نعم، يعني او هذا المبلغ الذي اقرضته، هل هو دين يعني يرجى سداده؟ يعني شخص اللي اقترضه يعني المعروف عنه انه يسدد ديونه في الوقت المتفق عليه؟ نورمالمون في الوقت المتفق عليه ما في مشكل، يعني قال لي درك على شهر يعطيه لي، على شهر يعطيه لي، والله اعلم. شكرا. واضح ان شاء الله. بارك الله فيك. هذا السؤال الاول. برك السؤال الثاني، برك حبيت كي نعشر انا نحب الشيخ نمدوا تما واحد قريب عليا بزاف، بس ولكن هذا الانسان هذا كاين صدير ما حبيش اسك نقدر ما نقولوش عشر، باسكو لو كان يعرف بلي عشر ما يشدش وهو يسحق، عنده عزه النفس ولا كيفاش يقولوا لها هكذا. نعم. يعني يعني نقدر نعطيه له بلا ما نقولوا بلي هذا 10 نعطوا له برك نقولوا هذا. واضح يا اخي، واضح يا كريم. شكرا. شكرا. ام محمد من سكيكده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسمح اخويا نقدر نهضر مع الاستاذ بعد الحصه على الخط الداخليه؟ لو طلبتي ذلك قبل ما تمر للمباشر. ما نعرفش، انا اول مره نتصل. لا باس ان شاء الله. رجاء لكل متصل ومتصله يطلب رقم الهاتف يبقى على الخط الداخلي يتواصل مع الزملاء. إلى غير أم محمد من جيجل. خديجة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي. يعيشك، تفضل لك الخير وبارك الله فيكم في البرنامج. اللهم آمين. حبيت نسقسي على العمرة. نعم. معناها أنا شاكية نروح العمرة وباغية ندي معايا ولدي، بصح ولدي مشروع تاعو عنده مشروع مازال فيه الكريدي. قال لي مادام عندي الكريدي ما نقدرش نمشي معاك. مال العمرة من عند ابنك ولا انت اللي تخلصي؟ من عندي، العمرة هدية من عندي. نعم. منها يروح معايا محرم، منها من عندي. واضح ان شاء الله. والسؤال الثاني حبيت نسقسي على الميراث. نعم. الميراث الولد مات قبل الاب. نقصي للتلفاز يا خديجة، نقصي والله. نعم. تفضلي بطرح سؤالك. فوالا. حبيت نقول لك الولد مات قبل الاب. نعم. وخلى اطفال، والاطفال هذوما عايشين في الغربه، عايشين في المهجر. نعم. في بلاد في فرنسا كارما. نعم.
والولاد هذو رجاله يعني كبار. نعم. زاد مات العم اللي كان هذا كما نقولوا المسؤوليه. نعم. ثم بقات تركه في يد لي بتي زونفون. ولاد الاب هذا. ولاد الولد. برك الشيخ هذا كي توفى. ايه. خلى ولده من وراه، بس ولده الاول توفى قبل الحاج. ايوه. ها تسمى اللي توفى قبل باباه خلى دراري في فرنسا، امهم قاوريه ومسيحيه. اسمحي لي. العم كان عنده اتصال مع ولاد خوه، ولكن توفى حتى العم هذا. التركه في يد من بقات من بعد؟ تسمى بقات في يد لي بتي زونفون. شكون بتي زونفون تاع اولاد العم هذا ولا ولاد العم اللي كان هاز المسؤوليه، وعم واحد اخر تسمى هما في 3 رجال الله يبارك. اسمحي لي، هذا مول الشيء هذا باباهم واش خلى؟ خلى زوج اولاد، واحد مات قبله وواحد بعده. اي فوالا. وخلى عمام. وخلى اعمام زادوا ماتوا العمام. ثم بقاو ولاد الولاد. يعني بقات التركه في ولاد خو الميت. في ولاد خو الميت. نعم. السؤال ما هو السؤال؟ السؤال كي اتصلنا بالام، قلت لك الام مسيحيه، وقلنا لها جدهم او خلى لهم حاجه، قالت لك انا ما نستعرفش باسكو ماهيش من النوع اللي عندها علاقه طيبه مع لا فامي. تسمى فرونسيز او فري سونس دو مو، مسيحيه. ايه. دونك الواحد كي يبقى الخير في يده ماشي مطمن انه يديه ويخلي امانه الغير يعني. ما عندكمش تواصل مباشر مع الولاد هذو؟ ما همش التي نحاولوا نتصلوا بهم وينكروا. ما عاشوا حياتهم طول عمرهم مليئين، ما عندهم حاجه في عمامهم ولا عمامهم. واضح ان شاء الله. واضح. هما مسلمين. السؤال الثالث والله سؤال ثالث على الحقيقه. سيده خديجه، الشيخ يسالك اذا راهم يعني باقين على الاسلام تاعهم ولا لا؟ لا ما نكذبش نقول لك، ما هي شي حالة. عنده طفله وطفل، طفله سامعين بها مزوجه بالفرنسي. مسجل يعني تتواصل معنا خارج والطفل ما عندناش عليه. نعم، لا باس ان شاء الله يجاوبك الشيخ، ولكن حبذا لو تتواصلي معه بعد الحصه ان شاء الله. ان شاء الله. كيفاش نتواصل معاه؟ نزيد نعيط؟ لا، تخلي رقمك وهو يعاود يتصل عليك. رقمي وعندكم. خليتيه الان؟ وكي اتصلت بكم ما تسجلش الرقم تاعي؟ لا ما يتسجلش. ولمن مدوا؟ المخرجه هي تواصل معك. تفوتها لي؟ نعم، ما تقطعيش المكالمه. شكرا. عفوا. شكرا سيدة خديجة. فاطمة الزهراء، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضلي يا فاطمة الزهراء. الو. نعم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام. نقصي التلفاز يا فاطمة، نقصي التلفاز الله يحفظك. رجاء لكل متصل معنا. أنا نقص له. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. حبيت نسقسيك على زكاة عاشوراء. واش بها زكاة عاشوراء؟ عندي انايا شوف مازال ما خرجتهاش، انا حندخل لوسبيتاليزي ومن بعد نخرجها مازال على 15 يوم ولا. وعندي طفل انا معوده الزواج. الحاجة فاطمة، وقتها العشور تاعك، وقتها العشور؟ انا العشور تاعي نورمالمون ديسمبر هكذا. انا نشوف على الكاشي تاع لاكارنيت كلاب تاعي وين حبس انا نخرج نحبس لا دات هذيك نخرج الاخر. وعندي انا نصيب كبير شويه حابه نقسمه وعندي طفل شويه كي عاود هكا عنده واحد 37 سنه وماشي مربي عندي وإلا نقدر نعطيلو ولا ما نقدرش. خفت إلا كاش ما يدير بعض الدراهم نقولوا لي يعني. هذا ولدك؟ هذا ولدي بصح ماهوش عندي عايش يعني يرقد برا وماشي طايعني يعني ماشي طايعني. من نهار اللي عاودت الزواج انا عندي زوج بناتي راه متزوجين وراني ساكنه في دار، راني بعيده ساكنه وراه في بلاد واحده اخرى ساكنه. وعلاه تعطيه الزكاة؟ لماذا؟
باش الا نقسم له نعطي له باسكو راه بوندولي لا نقدر نعطيه ولا ما نعطيلوش. فقير محتاج إيه لا فقير لا البارك ما عرفتو اللي نورمال ما عرفتو ماشي نورمال يسمى ما على باليش دوكا انا خفت الا كاش ما يديهم يكسروا شي حاجه اخرى ولا يعني حبيت الدراهم هذو يروحوا في الحلال. فهمت في شيخنا؟ واضح ان شاء الله. هذه هي. وزيد سؤال ثاني عندي يما ماتت الله يرحمها وخلت الذهب تاعها. انا الذهب تاعها بابا قبل ما يموت جابوا لي بيدو جابوا لعندي ماشي حاجه كبيره وقال لي قسمي يا بنتي لا بغيتي تربحي قسمي مع اختك. قسمت مع اختي والكره ما عجبهمش الحال دوكا بابا غير كيما مات ما عجبهمش الحال قال لك علاه وانا بابا هذا السياره عطاها لي اسكو من حقي ولا ماشي من حقي. سمحي لي يماك خلات راجلها شكون؟ يماك خلات زوجها يما ماتت قبل زوجها. خلات زوجها وخلاتكم انتم زوج بنات؟ زوج بنات وخلات 6 كره. 6 من الذكور؟ ايه متزوجين كامل متزوجين. الذكور ما همش راضيين بهذا العمليه؟ بعدين ما همش راضيين. كاين واضح واحد زوج ولا 3 ما همش راضيين. نعم واضح. يسمى بصح دابا حتى الدقيقه التاليه كيماش ما قاليش عطيلهم. ما قاليش عطيلهم. هذا مازالوا كاين ولا قسمتوه؟ لا ما قسمته انا واختي. انا ديت زوج حاجات ولا 3. نعم. واختي ودات الشيء اللي المكتوب اللي كتبه ربي. يجاوبك الشيخ شوفي كيفاه ان شاء الله هيا صحيت شيخ تعالجي الامر. شكرا مع السلامه. نعم نبدا في الاجابه دكتور ولكن فيها مروه من قسنطينه وبعدين ان شاء الله نكمل. مروه من قسنطينه. نعم. الو. نعم. الو السلام عليكم. وعليك السلام يا مروه. الشيخ عندي سؤال شويه قلقني شويه. الشيخ خير. القران نعم. نقرا القران ما نعرفش نرسل وما قالوا لي ما يجوزكش يعني نفسي يقول لي ما يجوزكش يعني ما ترسليش يعني ما نعرفش نرسل تقرا هكاك برك. واضح ان شاء الله. هذه الاولى. والسؤال الثاني على الصيام الشيخ. عندي صيام قديم وشويه يعني بزاف. انا واش قلت لهم نسلك قبل ما نصوم. هذه جايزه ولا خوف لا تكون نموت ولا حاجه يعني مانيش سالكه باش نسلكوا يعني دراهم ومن بعد نصوم بشويه. وزدت صمت هذه 10 تسوعه وعاشوراء. اخرين يقولوا لي انت الدين ما جوزكش واخرين يقولوا لي صومي هذين ويعطيك ربي الاجر تاع عاشوراء الشيخ. ربي يوفقك في قضاء دينك ان شاء الله. الله يبارك فيك وادعوا لي البنات ما يصليوليش الشيخ عييت. الله يجعلهم من مقيمي الصلاة. ربي يجعلهم من مقيمي الصلاة يا رب. الشيخ الله يبارك فيك. شكرا مع السلامة. إذا دكتور قلنا فيه أسئلة واردة إلى البرنامج. أولها من عمر من مدينة بوفريك يقول أنه موظف بلغ النصاب براتبه الشهري في شهر شوال من عام 36 400 وألف فمتى يزكي؟ نعم الأخ عمر شوال الماضي بلغ النصاب. شوال 1436 بلغ النصاب. هو موظف يعني يجمع ماله أو راتبه الشهري إلى أن بلغ النصاب. معلش نبسط هذا السؤال باش الإخوة والأخوات يفهموا جيدا. معناتها إذا كان الإنسان بدأ يعني يكسب المال، يعني كسب المال من مصادر عدة. كان اللي يكسب المال عن طريق التجارة، كان اللي يكسب المال عن طريق الهبات، واحد يعطي له هبة، كان اللي يكسب المال عن طريق الميراث، كان اللي يكسب المال عن طريق الوصايا. لا يهم، المهم الكسب الحلال. الكسب الحلال لا بد أن يكون الإنسان مالكا لمال حلال. والمال الحلال هذا مهما كانت مصادره المباحة المهم يكون عنده المال. بالنسبة للموظف، الموظف طبعا عنده راتب شهري. الموظف اللي يخدم في الإدارة، اللي يخدم في التعليم، اللي يخدم في أي مؤسسة من المؤسسات عنده راتب شهري ثابت. طبعا الراتب الشهري هذا جزء منه يدخره والجزء الآخر يعني ينفق يستخدمه في الإنفاق على من وجبت عليه النفقة، يعني من وجبت له النفقة. أقول المبلغ هذا الذي يدخر مثلا في هذا الشهر يدخر 1,000,000، الشهر الآخر يدخل 4 5 6، يجمع ربما عبر سنوات كما صار الأخ عمر كيوصل لشوال الماضي. يعني شوال 1436 بلغ النصاب 39,525,000 أو أكثر من هذا المبلغ.
اللي بلغ له هذا النصاب هذاك هو الشهر نتاعو. نقدم توضيح. يعتاد الجزائريون إخراج زكاة أموالهم في عاشوراء، في شهر محرم هذا في عاشوراء، وهذا في الحقيقة من العادة، لأنه ماهوش غير في شهر واحد اللي يزكيو كل الناس، كل واحد عنده الشهر نتاعو. ولكن لا حرج إذا الإنسان اتخذ لنفسه هذا الشهر، لا حرج في ذلك، ولكن لا بد من بيان هذه المسألة بالنسبة من خلال سؤال الأخ عمر. الأخ عمر في شهر شوال الماضي يعني 1436 بلغ النصاب. احنا واش نقولوا يا الأخ عمر؟ شيخ للتنبيه، هو واجب مثلا في شهر شوال، هل ينتظر عاشوراء لكي يزكي؟ نعم. هل ينتظر عاشوراء؟ سأبين هذا. نعم. هو إذا لا يلتبس الأمر. نعم. هو بلغ النصاب في شهر شوال اللي فات. طبعا كاين شوال وبعدين ذو القعده وبعدين الحج وبعدين المحرم، هذا اللي احنا فيه 4 أشهر. نعم. 4 شهور. نقولوا له اللي بلغ عنده النصاب في شوال كما صار الأخ عمر في شوال 1436، موش كي بلغ النصاب مباشرة يزكي، لا، لازم الشرط الثاني. نعم، يحول الحول، اللي هو حولان الحول. نقول الأخ عمر اشفى، سجل عندك هكذا، سجل، قال أنايا في شهر شوال، معلش اكتبوه والمخرج يخرجه، شوال يظهره 1436. هنا النصاب، بلوغ النصاب. الزكاة متى تجب؟ تجب في شوال 1437. هذه الكاميرا شيخ. الكاميرا هذه وقيلة لا التي عن طيب يسار. خلاص إذا كان هكذا ها ونديروا هكذا. نعم. يلا. إذا كان الأخ عمر يملك مبلغ النصاب 39 مليون و525 ألف في شهر شوال 1436 اللي فات، هذا الشرط الأول. نقول الشرط الثاني لازم يدور عليه العام باش يخرج الزكاة، يعني العام الجاي إن شاء الله. أخذها منك طبعا. نعم. العام الجاي إن شاء الله تعالى، في العام القادم كما تلاحظون. نعم. 1437 شوال، في شوال 1437 هذاك النهار المبلغ اللي لقاه يعني أكثر من هذا، مثلا لقى 70 مليون 90 مليون 100 مليون. إذا كان لقى مثلا 100 مليون نقولوا له مادام النصاب بلغ العام الماضي في شوال 1436 ودار عليهم العام وفيها البركة في المال، وصل حتى ل 100 مليون في شوال القادم، يعني في 1437 شوال يخرج 2.5%، أي ربع العشر. بمعنى ماشي كي يبلغ برك النصاب يبلغ يعني يقدم الزكاة، لا. نعم. ممكن الأخ محمد صلاح مثلا، ما مثل محمد صلاح، معليش نديروا تفائلوا بك إن شاء الله. إن شاء الله. إذا كان محمد صلاح مثلا اليوم دخلوا له 200 مليون. نعم. الله يبارك، قل آمين إن شاء الله. أجمعين. طيب 200 مليون. نعم. لا تزكي، ما تزكي، لأنه الشفاء على هذا الشهر، يعني شهر محرم 1437 عندك هذا المبلغ. العام الجاي إن شاء الله في محرم 1438 تخرج النصاب، يعني الزكاة على مبلغ 200 مليون، أو إذا عندك أكثر الله يبارك. نعم. إذا كان بقولك غير 200 مليون تخرج 2.5%، مع تخرج 50,000 دينار جزائري، يعني 5 ملايين سنتيم. هذا هو السؤال. الصورة اللي نسأل عنها دكتور، من وجبت في حقه الآن في شهر شوال 1436 ولكنه انتظر عاشوراء ليزكي. نعم. هل يصح منه؟ لا. لماذا؟ لا يزكي. لماذا؟ لأنه الزكاة مثل العبادات الأخرى مؤقتة بوقتها. مؤقتة بوقت. على الصلاة ربي قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والصيام أيام معدودات. نعم. والحج شهور معلومات، والزكاة لازم يدور عليها الحال. بالنسبة لي دكتور بارك الله فيك، بالنسبة لإيقاع العبادة في وقتها، هذا الذي يغفل عنه كثير من الناس. نعم. لا يوقعونها في وقتها الذي وجبت فيه. لا، وهذا خطأ. نعم. تجب على الفور. إذا كان الإنسان موالف يزكي يعني في شهر شوال يخرج في شوال، إذا كان ذو القعدة ذو الحجة وهكذا ما يأخر. ولكن الفقهاء يعني أباحوا، خلاو هامش من
الحرية للإنسان مثلا اللي عنده عروض تجارة مثلا، قسم يدير الجرد البضاعة ويقيمها يقومها إلى آخره. يعني كاين اللي يقول كذا غاية شهر، يعني لا الحرج مرفوع، ولكن تجب على الفور. وصل الوقت لازم تخرج وتستحق على الفور. معنى المستحقون للزكاة الأصناف الثمانية اللي وردوا في القرآن الكريم في سورة التوبة الآية 60: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. 8 أصناف هذون اللي هم من مستحقي الزكاة، لازم توصلهم هذه الزكوات في الوقت المحدد حينما تجب، فهي تستحق على الفور للاستفادة منها هكذا. ولكن هامش معين يعني مباح، يعني أيام قليلة هكذا كما قلنا في بالنسبة لعروض التجارة هكذا. قسم يروح يدير الجرد يعني لافونتير ويحسب ويقيم البضاعة نتاعو ويشوف السعر نتاعو سعر الجملة وهكذا وهكذا، ويجمع ويخرج الزكاة. وكذلك في الوقت اللي كان يحوس على الفقراء، يقول لك مثلا عندي واحد الفقير مثلا في قسنطين وصلوا، يعني ممكن 3 أيام 4 أيام باش يوصل مثلا على حسب الأعمال تاعو، واحد في العاصمة الآخر هي وهكذا. هذا الوقت كله مباح، يعني الأمر فيه ساعة، ومع ذلك يسارع. نعم نعم نعم، وهو مطالب بالإسراع في إخراجها. نعم. رشيد من وهران سأل، يقول دكتور سعيد أنه يملك مبلغا من المال بالدينار الجزائري، هذا المبلغ تجاوز النصاب، وكذلك يقول أملك مبلغ بالعملة الأجنبية 3500 أورو، فكيف يزكي ماله؟ نعم، بالنسبة هو الذمة المالية واحدة هنا، يعني شخص واحد الأخ رشيد، أنت تملك مبلغا من المال بلغ النصاب بالدينار الجزائري، يعني هذا يزكى. تخرج ربع العشر 2.5%. إذا كان مثلا عندك 100 مليون تخرج 2.5%، معناه 25 ألف دينار، يعني في كل مليون تخرج 250 دينار، معناه 25,000 هكذا. إذا كان المبلغ الإجمالي على 100 مليون 25,000 دينار، معناه 2.5 ملايين هكذا. بالنسبة للأورو، احنا ذكرنا المرة اللي فات نصاب الأورو اللي هو 2735، أنت تملك كم قال؟ 3500 أورو. إذا حتى بالأورو بلغ النصاب، فات النصاب، معنى تزكي الأورو وتزكي الدينار. الدينار عندك 100 مليون تخرج 2.5 ملايين. بالنسبة للأورو أدخل أيضا في 2.5%. ولكن أنا ممكن يطرح سؤال الآخر أخي محمد صالح، إذا كان هو هذا المبلغ واش يدير الأورو هذا، إذا كان هو بغى يبيعه هو قال أنه يبيع في العملة، ما دام تبيع في العملة تدير حساب 3500 أورو بسعر السوق اللي أنت عندك نية باش تبيع به، لازم نتفقوا على هذا. لا أدري الآن سعر السوق كم، إذا كان وقيل 100 أورو تساوي تقريبا 1,200,000 وكذا نتاع الجزائر. نعم الشيخ طلع إما لا أنا حكمت السعر القديم، يعني راه في 18 100 أورو راهي 17.50 يقولوا، يعني 100 أورو تساوي 1,700,000 نتاعنا، يعني 1,750,000. سريع جدا سبحان الله. قريب من منذ تقريبا لا طلع فجأة منذ 20 يوم سألته وأعطوا لي السعر، قال لك 1,200,000 وكذا، يعني طلع بشكل غريب يعني. لذلك معليش إذن بارك الله فيك يا أخي محمد صالح الإفادة. يقول لك يا أخي العزيز سي رشيد، أنت تشوف على حسب السعر نتاع الآن سعر السوق، إذا كان 100,000 كما قال خويا محمد صالح، هذا إذا لم يصل عتبة ل 20,000 دينار. نعم مع نهاية السنة. الله أكبر. إذن يكثر عليه الطلب في هذا الوقت. تشوف المجموع، يعني المبلغ الإجمالي اللي يجيبوا لك هذا المبلغ نتاع 3500 دينار، ويضاف للمبلغ اللي عندك بالدينار الجزائري. نعم. إذا كان وصلت مثلا 170 مليون بالدينار الجزائري، 170 مليون سنتيم مضروبة في 2.5%، والناتج هو الزكاة الذي يجب إخراجه. دكتور، إذا أخرج من 3500 أورو يعني يقسمها على 40 مباشرة، أو هذه عملية أخرى. نعم. تقسم هذا المبلغ الإجمالي على 40 مباشرة، وهذا يساوي تماما 87.5. هذا هو بالضبط تماما، هذا هو اللي يعادل 2.5% وربع العشر. نعم. بارك الله فيك دكتور. إلى الأسئلة الواردة، سؤال الأخ كريم من ولاية البويرة، دائما نبقى في موضوع الزكاة. قال أنه امتلك مبلغ من المال أقرض نصفه، هذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول فوجبت فيه الزكاة. الآن بالنسبة لنصف المبلغ الذي أقرضه كيف هل يزكيه أم لا؟ هو أعطانا معلومات دقيقة، قال لك عندي 60 مليون وسلفت 40 مليون، يعني أقرضها وبقي عنده 20 مليون.
يعني المبلغ اللي بقى عندك سي كريم هو قال فيه مبلغ صغير ما دخلوش في الحساب، قال لم يحل عليه الحول. لو انتبهت لسؤالي. طيب المهم باش نقول لك، سألتك هل هذا الشخص الذي اقترض، يعني الشخص المدين، هل يعني يلتزم بتسديد الدين في الوقت المتفق عليه؟ أنت قلت نعم. إذا نقول لك هذه من الديون المرجوة السداد، من الديون للفقهاء. قال لك الديون صنفان، هناك ديون مرجوة السداد، هناك ديون غير مرجوة السداد. اللي مرجوة السداد اعتبرها كأنها في ذمتك، كأنها بين يديك. يعني نعطي مثال بالنسبة للحوانت الدكاكين اللي راهم يبيعوا للناس بالكريدي كما نقولوا. يعني تلقى كثير من التجار يديروا زوج قوائم، قائمة نتاع الناس اللي راهم يسددون ديونهم في الوقت، كل ما يخلصوا يجيبوا رواتب نتاعهم يخلصوا تماما، يعني يلتزمون بالمواعيد. نعم. بمواعيد السداد. هناك أناس آخرون لا يلتزمون، يعني هي ديون غير مرجوة. بالنسبة للديون المرجوة اعتبرها كأنها في يدك، كما انت سي كريم الآن راك قرضت 40 مليون، اعتبرها بين يديك. معناه شوف المبلغ اللي عندك في يدك الآن زائد 40 مليون اللي راك قرضته، المجموع خرج منه ربع العشر. إذا لقيت 60 مليون 70 مليون مضروبة في 2.5%، هذا هو. أتدري لماذا؟ لأن المبلغ اللي راك قرضته أنت قلت أنه دين يعني يرجى سداده هكذا. ولكن بالنسبة للديون غير المرجوة، كاين إنسان تقرض له مبلغ من المال يقول لك عام يدير 10 سنين، بالك 5 بالك 7، هنا ما تخرجش عليهم كل عام. هنا كي يرجع لك هذاك المبلغ تخرج عليه زكاة مرة واحدة فقط، مرة واحدة فقط. أما بالنسبة لك يا سي كريم أخويا، تبرئة لذمتك خرج على المبلغ الإجمالي بما فيهم 40 مليون اللي أقرضتها لذلك الشخص. قال لك عنده سؤال آخر. عودة إلى سؤال الأخ رشيد بالنسبة لما أشرت إليه، سعر 12,000 هو سعر الرسمي، التغيير في البنك، لكن السعر في السوق السوداء قلنا أنه أكثر بكثير. الآن كثير من المزكين لما يصل إلى الزكاة يقول لك هل أزكي بسعر البنك؟ عادي، نقول أنا أسألهم، نقول نيتك. إذا كان أنت عندك نية أنك تتعامل مع البنك بسعر البنك، خلاص، يعني إنما العمل بالنيات. ولكن إذا عندك نية أنك تبيع هذاك الأورو بسعر السوق الموازية هذه، نعم، هنا لازم تحسب هذاك السعر، تسأل. هو مشكلة البعض أنه يتعامل بالسعر بالسوق السوداء ثم يقول لك نزكي على سعر البنك. لا، لماذا؟ لأنه كيف يعني؟ نعم. هو فيه ظلم للفقير يقينا. إنما العمل بالنيات، أنت راك عندك نية تتعامل بالسعر بالسوق الموازية. نعم. كما راك قلت مثلا 100 أورو مليون و700، ونهار اللي يجي يحسب زكاته يحسبها مليون و200، حسب سعر البنك. لا، نقول له احسبها بالسعر اللي راك أنت تتعامل به، بالسعر الذي أنت تتعامل به، وهذاك هو العدل وعين العدل. بارك الله فيك. الأخ كريم عنده سؤال آخر. قال لك يقدم الآن إخراج الزكاة لأقرب الناس إليه، قال لا أريد أن أخبره بأنها زكاة حتى لا أجرح شعوره. والله يا سي كريم في الأمر ساعة، موش كل واحد مادام العبرة بكونه محتاجا. هل هو ضمن الأصناف الثمانية ولا لا؟ إذا كان من الفقراء ولا من المساكين ولا من الغارمين، ولا المهم يكون من الأصناف الثمانية اللي كما قلنا ذكرهم ربي سبحانه في سورة التوبة. إذا كان الأصناف الثمانية عنده صفة من الصفات يستحق بها الزكاة، هذا هو المطلوب شرعا. ليس شرطا أن تخبره، خاصة إذا كنت تعلم أنه كما قلت أنت عنده عزة نفس وكذا إلى آخره، خلي على نيته خلاص. قال هو من الغارمين عنده 20 مليون دين وأنت خرج زكاتك عطوا 10 ملايين، عطوا 10 ملايين والسلام عليكم، خلاص ليس شرطا أن تخبره بذلك. ففي الأمر ساعة إن شاء الله تعالى، والحرج مرفوع يا سكن. وتقبل الله منه يا رب. آمين. خديجة من جيش تريد الاعتمار مع الابن، تدفع له تكاليف العمرة ولكنه يعترض بسبب الديون. لا، اعتراضه غير مؤسس، ليس في محله. اعتراضه يا الأخت خديجة ليس في محله، غير مؤسس. مادام أنت تهديل عمرة، أنت تصرفي مصاريف تكاليف العمرة من عندك،
التكاليف نتاع العمره نتاعك ونتاع العمره نتاعو، ويرافقك محرما. نعم. إذا المبرر إذا كان هو عنده ديون وكذا في جهة أخرى ذمته مستقلة، أنت هديت له هدية وتقبل هذه الهدية ورافقك، وإن شاء الله ربي يتقبل عمرتك وعمرته والسلام، وأسأل الله أن ييسر تسديد ديونه إن شاء الله في المستقبل. الآن في التأسيس رفضت في الموضوع. نعم. الآن الناس اللي راه يسالهم يقول لك راهو دار العمرة بدراهمنا. كيف يكون؟ هو ربما خايف من هذا الشعور وهذا الكلام. صحيح، ممتاز. نعم. سؤال بارك الله فيك. وفيك شريعتنا نعم. سبحان الله يعني سمحة ما شاء الله. نعم. يعني الشرع يقول يروح لهذوك الناس يخبرهم بذلك، يعني نعم. يستسمحهم يقول أنا أرافق والدتي لأداء مناسك العمرة، أنا محرم يعني أرافقها، وهذه العمرة التي أؤديها عني هي هدية من أمي. نعم. والسلام، حتى يبعد كل كلام عن عرضه، تبعد كل شبهة وتبعد نعم. كل لبس إن شاء الله تعالى، وما كان حتى اللي يلومك ولا يعني يقول عليك كلاما يسيء إليك يعني. نعم. وهذا الذي ننصح به ابن الأخت خديجة. نعم. دكتور، ورد الآن سؤال في هذا الموضوع تحديدا، موضوع العمر الآن من عارضة الإخراج. أيوة. دون أن نسمي، فيه من تملك 10 ملايين سنتيم. نعم. وتريد أن تعتمر، ولكن يخصوها 4 ملايين لكي تعتمر مع خالها محرما لها. نعم. هل يجوز لها الاقتراض؟ بفرصة. نعم. لأنه هي لقيتي فرصة مع خالك باش روحي بالسلامة، فرصة المحرمية. نعم. ويجوز اقتراض المال لأداء العمرة أو حتى لأداء الحج إذا كنت قادرا على تسديد ذلك المبلغ. نعم. عندك قدرة باش عندك مصادر من تسدد المبلغ عادي في الحياة وبعد الممات. نعم، في الحياة وبعد الممات. كي تكون هناك تأمينات وهناك ضمانات انك تسدد المبلغ، ولقيتي فرصة تروحي مع خالك، الله يسهل وربي يتقبل ان شاء الله. امين ان شاء الله. تجيب لنا زمزم معاها برك ان شاء الله مع الدعاء. طعام وطعم وشفاء وسقم. خديجة من جيجل سألت عن الوالد اللي مات واللي مات الابن قبله، استمعت إلى سؤالها جيدا ودونت من دكتور نعم. الإشكال في هذه المسألة. نعم. الآن أولاد هذه المرأة المسيحية، نعم، الإشكال عند هؤلاء. صحيح. أولا وفاة الابن قبل أبيه، هذا بيناه مرارا ولا حرج أن نعيده. وفاة الابن قبل أبيه تاركا أولادا، هؤلاء الأولاد يرثون طبقا لقواعد التنزيل في الفقه، وهو مقرر أيضا في قانوننا الجزائري في قانون 84/11 في المواد 169 إلى غاية المادة 172. هناك شروط، من هذه الشروط التي تجاوز حدود الثلث، من هذه الشروط التي يكون قد أوصلهم يعني ذلك المورث يعني ما يؤول إليهم عن طريق عن طريق التنزيل، في شروط واردت في هذه المواد. طيب، هذا كي يكونوا مسلمين جميعا. أما في هذه المسألة يا أختي خديجة، راكي تقولي باللي هذا الابن اللي مات قبل باباه تزوج مسيحية وترك بنتا وترك ابنا، ما عندكم حتى خبر عليهم. هو الأصل أن عملا بقواعد الاستصحاب أن يكون الأولاد مسلمين، يعني تجري عليهم أحكام الإسلام. لماذا؟ استصحابا لإسلام والديهم. باباهم مسلم تزوج مسيحية، أولاده نعتبرهم مسلمين، هذا هو الأصل. ولكن لا، لهذا الأصل استثناءات كثيرة، خاصة كي يكون هذول منقطعين تماما، ما عندهم حتى علاقة تربطهم بالوطن ولا بالعائلة كما يقول لك. نعم، ما عندهم حتى ريحة تجذبهم. ما عندهم حتى ريحة. لذلك يا أختي خديجة يعني في الحقيقة يعني نتمنى نتواصلوا معك يعني خارج الحصة. علاش؟ باش لازم يكون تحقيق، لازم يكون تحري، لازم الدقة. أنا قلت لك الأصل هنا ممكن هذو أولاد يولوا هم مسيحيين، فالمسيحيون لا يرثون، المسيحيون لا يرثون لا بطريقة القواعد العادية ولا بقواعد التنزيل، ما يورثوش. معناه هنا نورث تلك التركة، نورثها للمسلمين حسب قواعد التوريث.
نأخذ طبعا أصحاب الفروض بالدرجة الأولى مع العصبات، والعصبات أيضا يحجب بعضهم بعضا إلى آخره. في تفاصيل كي تعطي لي كامل المعطيات نعطي لك الفريضة مفصلة. هذا هو واش نقدر نقول. نعم. واش نقدر نقول. ماذا بك تواصلي معنا خارج ولا تكتبي لنا، وانتم لازم تتحراوا لانه لازم لكم جواب. والامر هذا ميسور، يعني هناك اجراءات قانونيه سهله. تشوف راهم ساكن في باريس ولا في مارسي ولا فين ساكنين، عن طريق القنصليات الجزائريه يجيب لكم الاخبار هل هذا مسلمين مش مسلمين. وبعدين اذا كانوا مسلمين لهم الحق في ذلك، يسالون هل يتنازلون عن حقوقهم ام يرثون، وهكذا من اجل غلق هذا الملف. والا سيبقى مشكله، ممكن بعد سنوات يجوكم كشوارث يقول لكم ندي حق فلان حق فلان وتكون هناك مشكله. نعم. لذلك ننصح بالتعجيل في هذا الامر. فاطمه الزهراء من بومرداس. فاطمه الزهراء من بومرداس. نعم. تسقسي قال خرج بعد 15 يوما. نعم. زكاتها في ديسمبر. زكاتها في شهر. ما فهمت من السؤال، أن تريد تخرج في عاشوراء الآن. نعم. هل لا لأنه الحوالين تسبقها يعني. نعم. تسبق زكاتها يعني. لا ما تسبقش زكاة، يعني الفقهاء أجازوا، يعني يقول كذا كان شهر، وهناك من يقول أكثر شوية. والله الذي نتمناه أنه إذا اللي بغى يمد الدرهم يمد من حر ماله. كذا واحد مثلا عنده 500 مليون سنتيم، علاش يقول نخرج زكاة قبل الحول نتاعي، قبل الشهر نتاعي؟ ما يخرجهاش. بغى يتصدق من حر ماله، ولكن الزكاة موقوتة، لأن الشرط الثاني هو حوالين الحول. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية أختي فاطمة الزهراء، رجاء أن تربطوا زكوات أموالكم بالأشهر القمرية الهجرية لا بالأشهر الميلادية. بمعنى تربطوها بالأشهر الهجرية، مثلا شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، وهكذا. ما تربطوهاش بجانفي، فيفري، مارس، أفريل. دونك واحد ممكن مثلا يقول لي أنايا في جانفي اللي جاوني دراهم، سهلة، دخلوا لك الدراهم في شهر جانفي. شوف هذاك جانفي يوافق واش، يعني يوافق صفر ولا محرم ولا ربيع الأول ولا ربيع الثاني، وربط زكاة مالك بالأشهر القمرية، خاطر هناك خلاف بين الأشهر القمرية الهجرية والأشهر الميلادية. وإن كان بعض العلماء منهم محمد أبو زهرة أفتى بواحد الفتوى، يقول لك إذا كان بالأشهر الهجرية القمرية 2.5% اللي تخرج، وإذا كان بالأشهر الميلادية 2.575%. ما ندخلوش فيها التفاصيل. أفضل أن الإنسان يكون عنده شهر نتاعو اللي يزكي فيه والسلام. جاك أعطاك ربي مال بلغ النصاب في شهر معين، يحتفظ بذلك الشهر. وهذه أيضا عندها حكمة أخرى بالغة، ضمان موارد مالية، زكوات تخرج من أصحاب المال وتؤول إلى المستحقين للزكاة عبر العام. نعم. عام كامل. دورة منتظمة. نعم. تصور لكم كل الناس الذين يزكون أموالهم في عاشوراء و11 شهر الآخرين، والفقراء يستنوا عام باش ياكلوا ولا كيف؟ لا، لازم يخرجوها، كل واحد عنده الشهر نتاعو. وبذلك الزكاة تحقق مقاصدها الاجتماعية، تحقق مقاصدها الاقتصادية المختلفة. نعم. ومن محاسن هذا الانتظام دكتور أن صندوق الزكاة الآن يفكر في منح العائلات الفقيرة المحصية في هذا الصندوق منحة شهرية، بعد ما كانت مرتين أو ثلاثة في العام. ممتاز. الآن سيتطور الأمر إلى أن تكون شهريا. عليك نور. نعم. ذكرتني بهذه حاجة مهمة. تفضل. بعض المحسنين ربي يجازيهم خير، آمين إن شاء الله، ما عادوش يعطيوا الأموال للفقراء غير في مواسم. نعم. قال كي يجي رمضان وتشوف الدنيا كاع نشيطة. نعم. وبعد رمضان تحبس. بعد رمضان تحبس. نعم. ولكن بعض المحسنين ربي يبارك فيهم وفي إيمانهم وفي أموالهم وأولادهم أعطوا مرتبات، رواتب شهرية أو منح. نعم. شهرية للمستحقين في كل شهر، طبعا للمستحقين. نعم. يعني ضمان مورد مالي شهري، وهذا يعني يؤكد على ما قلتموه أخي محمد صالح، وهذا أمر مهم جدا باش الزكاة فعلا ترفع العقب في انتظام دورة الزكاة. نعم. وهذه مقاصد يعني مهمة جدا. صحيح. نعم. مسألة الميراث هذه، هل يجوز أن أعطي لولدي؟ قبل ذلك سألت هل تعطي لابنها نصيبا من الزكاة؟ عندها قالت نصيب معتبر. لا ما تعطيلوش يا فاطمه الزهراء. انت قلتي دي راكي متخوفه، كي قلتي كي تعطي له مال وربما يديروا ربما يديروا.
فهي أعرف به من غيره. نعم. لذلك أنا نقول لك الخطوة الأولى تحوسي على وليدك هذا وراه أولا. يبدو أنك ما راكيش عارفة وراه، يعني ما على بالكش، ما نقولكش وحدك، يعاونوك يعني العائلة والأقارب وكذا، هم اللي يعاونوك. ورا هذا الإنسان أين هو، أين يسكن، وراه عايش، وش بيه، واش يخصه، ربما عنده هموم، ربما عنده مشاكل، ربما. نذهب لصلب المشكلة. هي لما أعادت الزواج انفصل عنها ابنها. والله هذا المشكل. لا، حتى هذا المشكل له حل. إذا كان هو في دماغه أنه أنت عودتي زواج ونفصل عليك ونقول لك كونك عودتي زواج، اعتراض الأبناء على زواج اعتراضهم أيضا غير مؤسس. للأسف اعتراضهم غير مؤسس. مؤخرا جاءتني امرأة هكذا أرادت أن تتزوج وأولادها رافضين، يعني وهي لا تزال صغيرة. وتريد أن تؤسس أسرة مع كل الضمانات، يعني وطبعا هذا في حدود الإمكان. أين الإشكال؟ يعني حبيت نقول يا أخت فاطمة الزهراء، بلا ما نحوسوا على السبب نتاع وليدك هذا، ربما كيعاودتي زواج وراه خلاك وكذا. هي أشارت إلى هذا. نعم، فليكن بحثوا عليه وحوسوا عليه وشوفوا كيفاش تقنعوه وتفهموه، وبعدين ساعديه من حر مالك. أما مبالغ الزكاة ما تبقاش غير الزكوات تدور غير في العائلة مع الأولاد والإخوة والأخوات وكذا والنساء والآخرين. صحيح واحد كيقدم الزكاة للأعمام ولا الإخوة والأخوات اللي عايشين مستقلين وكذا، أمر جائز، يعني فيها صدقة وفيها يعني زكاة وفيها صلة أيضا للرحم. ولكن أرجو أنه ما تدورش الأموال غير في العائلات، تخرج الفقراء، وكاين فقراء ما عندهمش عائلات، ما عندهمش ناس مزكين، يبقى هكذاك جايعين، لازم نفكر فيهم. نعم. الآن أمي ماتت وتركت. نعم، هذا الذهب اللي تركته الوالدة وتصرف فيه الوالد مع البنت الكبيرة. لا، هذا خطأ. هذا خطأ يا فاطمة الزهراء. المبلغ هذا الذهب اللي خلاته الوالدة نتاعك قل أو كثر، قل أو كثر. ربي قال مما قل منه أو كثر نصيب المفروض. نصيب المفروض. نعم. هذاك المبلغ، هذاك الذهب كي جابوا لك باباك ما عندوش حق يدير هك، يقول لك بينك وبين أختك ولا خليه عندك ولا، لأن الذهب يعتبر من مكونات التركة. خلات ذهب، خلات الفضة، خلات الدراهم، خلات الأرض، خلات حانوت، خلات الأثاث نتاع المنزل، كل هذا الشيء يعتبر ميراثا. هذا ميراث كله، لا يجوز لأحد الورثة أن يتصرف في جزء من مشتملات التركة. لازم يكون هذا الشيء يتم وفق الفريضة الشرعية وبالاتفاق مع إعمال قواعد التخارج عند اللزوم. ما معنى هذا؟ ممكن الورثة، أنت قلتي خلى زوج اللي هو باباك، وخلى بنتين أنت وأختك، وخلى 6 أبناء، والأبناء قلت 3 ولا 4 ماهوش راضيين، إذن هذو كلهم هم الورثة. ناخذ قاع هذا الذهب هذا يدخل في مكونات التركة ويخضع للفريضة، وبعدين إذا كان الأولاد تنازلوا عن حقهم في الذهب بمحض الإرادة، يقول لك معليش الذهب نتاع يما ديوه انتوما، هذا أمر جائز، أو يخضع لقواعد التخارج ويقيم. مثلا قيموا هذاك الذهب 50 مليون، يقول لك خلاص انتم اديتوا 50 مليون درهم، تتنازلوا عن حصتكم في المال بقدر ما أخذتما من ذهب. هذا أمر يعني ميسور. الآن ماذا ما فاتش الحال، روحي لخوتك الجميع الورثة كامل، اجتمعوا وخرجي هذاك الذهب ويخضع للميراث، قسموه على حسب الفريضة نتاع التركة، وما عندكمش حرج باش تعبروا على نيتكم، قل نحن بنات حبينا ناخذ هذا الذهب بالريحة نتاع يمانا وكذا وكذا، ولكن يقيم، وبعدين هما ياخذوا حقهم مالا نقدا. نعم. بارك الله فيك. نسمع إلى مكالمة حنان من عنابة. باختصار سيدة حنان. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي مسألة بركة بخصوص نعم، باختصار فقط يا حنان. باختصار نعم. باختصار فقط لأن الوقت ضيق. تفضلي. للأسف نفقد مكالمة حنان. لا بأس إن شاء الله تعاود الاتصال بنا. أختنا مروة من قسنطينة. السؤال الأول تقول أقرأ القرآن ولا أعرف الترتيل، وقالوا يلزمها ترتل القرآن. لا، شوفي يا أختي مروة، نعم اجتهدي في تعلم أحكام التلاوة، هذا ما كان واش نقول لك، ولكن ماشي شرط ترتلي كما عبد الباسط عبد الصمد ولا كما الله يرحمه ولا الشيخ الحصري شيخ القراء. لا، ليس شرطا.
هذا نعم في حق الأئمة الذين يؤمون الناس. نعم لازم يجتهدوا يرتلوا يتحكموا في الأحكام. الله يبارك. أما الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. نعم الصوت الحسن يعني مطلوب. أما أنت اجتهدي قرأي القرآن بما تيسر. تقرأ هكذا تقول مثلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا مكان. وبعدين اجتهدي تعطي شوية مخارج الحروف وكذا اجتهدي. وإذا كان واحد ما يعرف شو كذا ممكن يستمع القراء الله يبارك لأن الخير موجود ما شاء الله، ويجتهد في تقليدهم في التشبه بهم بقدر الإمكان من يروقه فيجتهد. هذا مكان اجتهدي وقراي والله يعينك وربي يتقبل إن شاء الله. آمين إن شاء الله. الصيام قديم. إذن دين قديم. قالت هل أخرج الإطعام قبل الصيام؟ لا يعني درك مادام هو قديم طبعا عندك فدية التأخير هذيك لازم تخرجيها أولا، ولازم تصومي هذيك الأيام إذا كان قدرتي عندك صحة والسلام. واللي قالوا لك بلي تصوم 10 عاشوراء بنيتين هذا أمر جائز. نعم. منها القضاء منها نية صيام عاشوراء أو الأيام الأخرى الاثنين والخميس وهكذا. هذا واش نقدر نقول مع تقديم فدية عن كل يوم من الأيام اللي ما صمتيهاش بسبب التأخير. إذا تبدأ في الصيام قبل الفدية. نعم تبدأ بالصيام قبل الفدية. هي قالت صمت للأجر عاشوراء وغير ذلك ولم تنوي بها قضاء. عادي ربي يتقبل ان شاء الله. جات عاشوراء ولا جات عرفات ولا ماشي معناتها اللي عنده ديون نتاع الصيام معناها ممنوع عليه كامل الصوم. لا يكون حاضر أيوة أيضا يسجل حضوره وينال ثواب نتاع الصيام النافلة كما اللي يصوم عرفات ويصوم عاشوراء. والله يبارك هذه الأيام مباركات ما راهيش موجودة دائما في كل أسبوع، تعود مرة في كل عام. الذي يستثمر هذه الأيام ويصومها ينال الأجر إن شاء الله حتى ولو كانت ذمته مشغولة بدين. طبعا الأولى هو التعجيل بقضاء الأيام التي عليك التي شغلت ذمتك. اللي عنده صيام لازم يقضيه هذا هو الأصل، لازم يعجل بذلك. ولكن هذا لا يتنافى مع ذاك. جاءت هذه الأيام استثمريها بالصيام، نسأل الله القبول. بناتك إن شاء الله ربي يحبب لهم الصلاة وربي يهديهم الصلاة عاجلا لا آجلا، وربي يهدي جميع أولادنا لأداء الصلاة والصلاة عماد الدين. بما أنها طلبت منا الدعاء نختم بالدعاء يا شيخ لأن تزلنا معروف إن شاء الله. الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميع صالح الأعمال. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم غير حال أمتنا إلى أحسن حال. اللهم غير حال أمتنا إلى أحسن حال. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم زدنا إيمان وتقوى ويقينا. اللهم افتح لنا جميعا أبواب رحمتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في جميع أعمالنا. اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دكتور سعيد سعدت بالجلوس معك والاستفادة منك بارك الله فيك وبمتابعة ومرافقة إخواننا عبر ما تفضلوا به من الأسئلة والاستفسارات. هذه تحيات إخواننا وزملائنا الذين كانوا في خدمتكم. إلى الغد إن شاء الله لقاء جديد يجمعنا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: